طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين في يوم مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا اتباع طريقه وليس طريق الهوى وطريق الناس وطريق ما بعرف الطوائف والملل والنحل. وحقيقة نتحدث اليوم هو يوم 4 سبتمبر 2025. نقول نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ونبدأ في حديثنا. أنا عندي محاور بسيطة مش كثيرة حقيقة، يمكن زي 5 محاور أساسية. أول حاجة، أنا دار أتطرق لتعريف القضية عند الطرفين، أو الطرفين ديل بيقاتلوا من أجل شنو؟ نحن بيعنونا في شنو؟ نحن ديل هسي الآن ما حاملين بندقية، صحيح بنتكلم وبننظم وبنتدافع، لكن ما حاملين البندقية. الاثنين ديل عندهم شنو لينا كشيء مقدم ومطروح للشعب السوداني. ده اللي أنا بيهمني بالدرجة الأولى. أنا اللي شايفه كملخص نهائي، أرى إنه الدعم السريع عنده قيم ومبادئ بنطلق منها. الدعم السريع وتأسيس، عفوا. أوكي، الدعم السريع طبعا لأنه هو الألمع والأكثر يعني وجودا وحضورا وصاحب المبادرة. أما الطرف الآخر يا إخواننا، أنا ما للأمانة ما شايف قضية، وأنا أتحدى أي إنسان يدافع عن الجيش ومجموعة كل المجموعات الداعمة والداعمة تحت كويس معاك، وأنا جاي للجماعة دي كلهم، إنه المجموعة بتاعت بورتا كيزان هم ما في قضية، أمانة ما في قضية تقدر تلمسها كده بتخص الشعب السوداني على الإطلاق، إلا ادعاء فارغ وأجوف إنهم هم عاوزين يحافظوا على هذه الدولة، ودي ذاتها مذمة وذاتها مسبة حقيقة. أنت إذا تحافظ على دولة فاسدة وقاتلة وباطشة وظالمة، معناها أنت فعلا حقيقة أنت مدافع عن الباطل. ده ملخص القول. لكن أجيكم الدعم السريع أو تأسيس بتدعو لشنو حقيقة؟ يعني ما نحن دارين نفند الحاجات دي. وأنا كإنسان ما أقدر أقول أنا سياسي، لكن أقول إنسان مساهم في العمل السياسي. أنا عاوز أشوفك أنت وين، أنت بتقدم لي شنو حقيقة يعني. ما هي التقديم ده والمساهمة دي ما بالضرورة بس في صندوق الاقتراع. أنا عاوزك أنت بتقول لي في شنو يعني. أنا هسه الليلة دي أنا والله مستغرب وبضحك وبسخر. لكن والله لا أرى لا أتعاطف معهم على الإطلاق. الناس اللي بيموتوا عشان الكيزان ديل، الناس اللي بيحلقوا عشان الكيزان ديل، ويدعوا لك إنه دي القضية والله أكبر ومعاه تهليل ونفاق وكذب. أنتوا بتقاتلوا من أجل شنو يعني؟ داير تحافظ على الجيش، يعني شنو الجيش؟ منو قال لك الجيش ده حاجة مقدسة مثلا المفروض إنك أنت تحميها؟ أنا قبل ما أجي للجيش يا إخوان خلونا نتكلم عن تأسيس. ده اللي بيهمنا. نحن دايرين نقول إنه في برنامج، دايرين نقول إنه مجموعة تأسيس عندها برنامج حقيقي تقدمه للشعب السوداني، وتحديدا الشعب اللي كان مظلوم. ما هو المجموعة اللي بتمثل 1 ل2 ولا حاجة زي في المية من الطبقة المخملية دي، الناس المستفيدين من زي ما بيقولوا من ميراث الدولة الاستعمارية دي ما بيتجاوزوا لهم 1-2% من الشعب السوداني ربما أقل. لكن عامة الشعب السوداني بالمناسبة ما مستفيدين. هتقول لي في بعض العوام واقفين مع التيار بتاع بورتا كيزان والدواعش ديل، ايوه ديل مخمومين والله، ولن يغفر لهم انهم هم ما عارفين ابدا ابدا. بالمناسبه لا عذر لمن انذر. فقضيه الدعم السريع يا اخواننا هي حقيقه ما انشا الدعم السريع، ما الدعم السريع كان هو صاحب الفكره الاساسيه فيها، بل يمكن الناس كلها عارفه انه الدعم السريع ده ذاته يوما ما كان جزء من الدوله المركزيه نفسه. لكن الانسان يستدرك اخطائه، ودي محمده بالمناسبه. وسيره الانبياء والرسل كلها معروفه يعني، او بعض منهم خلينا نقول ما كلهم كانوا على ضلال، كانوا على ضلال بنص القران، كانوا على ضلال ايا كان تعريف الضلال ده هو شنو، لكن كانوا على ضلال. وفيهم من عبد الشمس وفيهم من عبد كذا، ومن الصحابه رضوان الله عليهم من كانوا مع المشركين وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذاك انحازوا. اللي عاوز اقوله التاريخ وحده ليس كافي لمحاكمتك. صحيح التاريخ هو واحد من الشواهد اللي انت تستشهد بها، لكن الان اللي اقدر اقوله انه الدعم السريع استلهم وقوفه مع الحق. الدعم السريع وتاسيس ثاني بكرر معلش عفوا، يعني اذا قلت الدعم السريع فهي جمله لي بقصد الدعم السريع وتاسيس يعني. فوقف الان هو مع القضيه. نحن بنقصد شنو بالقضيه؟ لما تتقال القضيه دي هي شنو يا اخواننا؟ القضيه دي هي والله قيم ومبادئ.
الدار يصدق يصدق والما دار يصدق براحته، لانه الكلام ده بيتخطى والناس مسؤوله منه امام الله سبحانه وتعالى. القضيه بكل صراحه يا اخواننا هي قيمه اساسيه واهم فيها امه كتبت ثلاثه مبادئ كتبت، لكن انا صراحه يهمني منها بالدرجه الاولى المشاركه، لانه ده انا بشوف التهميش ده السبب الاساسي فيه عدم اشراك الشعب السوداني في اداره شانه. انا اشوف الكلام بتاع ما بعد يقول لك الحريه والعداله والكلام العام ده، انت ما لم تحقق مشاركه حقيقيه انت ما جبت القيم دي كله على الاطلاق، ولا الحريه جات ولا العداله جات ولا ما بعرف لك اي حاجه ثانيه جات. فالمشاركه الحقيقيه الحقه اللي بتكفل لكل الشعوب حقها في انها تكون حاضره وموجوده في الدوله السودانيه، دي قضيه الدعم السريع الان. ده محور الحديث بتاعه، حتى لو انت حاسب انه في نقص في حته ما، ده المحور الاساسي والاطار الاساسي، وده زي ما بيقولوا عطاء الناس اللي حضروا المؤتمر بتاع نيروبي. قابل للاصلاح، قابل للتعديل. انا شايف انه في حاجات محدده يجب انها تكتب بشكل واضح. مساله المشاركه دي حق اساسي وبتكون موجوده somewhere else، هي ما اتكتبت في الشعار ذاته لكن هي موجوده في حته ما. الشيء الثاني تحديد نسب كل اقليم، ودي بتضمن لك العداله الحقيقيه، يعني عشان ما تبقى شعار ساي. يبقى الدعم السريع يا اخوان، الدعم السريع يا اخواننا او تاسيس طارحه برنامج سياسي بتقدمه للشعب السوداني من خلال نظرتها لمشكله السودان. قالوا نحن دايرين نعالج مشكله السودان الاساسيه من جذورها. وهو الاستعمار، قلنا التمردات دي بدات اصلا من كم 50 قبل الاستقلال نفسه. من الاستقلال نفسه، فكره الاستقلال نفسه وتعريف السودان واشياء دي حصل حولها خلاف، بدا الاشكال من هناك. الان ديل بيحملوا هذه القضيه، هذه بيسموها القضيه، وانا بقول لكم من الان والله وابشركم القضيه انتصرت. خطوا نقطه سطر جديد، انتصرت بالحرب، ستنتصر وبالسلم حتنتصر. انا بقول بتنتصر لانه انا شايف النتيجه النهائيه، يعني انا المح النتيجه النهائيه من خلال قراءه ما بين السطور. لو الناس قعدت في الطاوله حتكون شرطها الاساسي تفكيك الدوله دي، تاسيس الدوله دي من الشعب السوداني. المبدا المفروض ما في حد يعترض عليهم. حتجيك بعض النخب كده تحاول تتلولو على الموضوع، وكالعاده هم متلولوين اصلا كويس معاك، حيجوا يفترضوا لك افتراضات ما عندها معنى. طيب، فانا بقول هنا القضيه انتصرت. اقول لكم من الان لا تقلقوا واطمئنوا تماما انه القضيه انتصرت في اي لحظه من لحظات الحوار، خاصه بعد تشكيل الحكومه دي. انا في رساله حقولها لقيادات حكام الاقاليم عشان برضو ليها علاقه بالموضوع ده. On the other hand يا اخواننا، على الجهه الاخرى كده تعالوا شوفوا معي ما يسمى بمجموعه بورتكيزان والدواعش ودوله 56. وحقيقه الان تحولوا، حقيقه المعسكر الان بشكله النهائي يا اخواننا ما كيزان بس. المعسكر الان ليس كيزان فقط. ده انا حجاوب عليه في جزئيتين، في حياد ولا ما في حياد. لكن يا اخواننا المعسكر ده تحديدا ما عنده اي برنامج للشعب السوداني. والله العظيم ملخص قوله اختصروا لكم واحد اسمه ياسر كاسات هداه الله. ياسر كاسات ده قال شنو يا اخواننا؟ قال لكم يا اخواننا والله ما عندنا لكم اي شيء ولو الشعب السوداني ال 48 مليون انتخبوا شخص نحن مش راضيين عنه، بعدك تفهم نحن دي على كيفك. عاوز تفهمها كيزان، عاوز تفهمها نخبه بتاعت قبيله محدده، كلها بتنطبق في ياسر كاسات ده. عاوز تفهمها انه الموضوع ده عملاء للدوله لتجاره السوق، عاوز تفهمها هم كنخبه مركزيه، كله بينطبق على ياسر كاسات. ان هم ما حيخلوكم، انكم يا الشعب السوداني ليس لكم من امركم شيئا. يعني انتوا يا الشعب السوداني عباره عن غنم ورعاع، فهمتوا علي؟ حتى الحق بتاع الاختراع ده ذاته نحن ما معترفين لكم به، حنحكمكم نحن دي الناس كاسات، يعني بالتوصيفات الاربعه اللي قلت عليك دي. كنخبه، انا ما بقول شفتوا كقبيله، كنخبه، ومعروف ياسر كاسات بينتمي لاي قبيله، كنخبه من هذه القبيله كويس معك، ولا انه كنخبه من جغرافيا، ولا كنخبه كيزانيه، ولا كنخبه مركزيه، ولا كعملاء للدوله جاره السوق. الخمسه ديل مش الاربعه، حقيقه الخمسه ديل بينطبقوا على ياسر كاسات ده. طيب قال لكم ما عندي لكم شيء. سمعتوهم تحدثوا عن مشاركه للشعب السوداني؟ سمعتوا عن عداله توزيع الثروه والسلطه للشعب السوداني؟ سمعتوا عن ما في ولا حاجه. يبقى انت بتقاتل من اجل شنو يا قبي؟ انت اللي بتموت وبتهلك كل يوم ده، وبتفتكر انك انت بتهلل مجرد انك انت هللت وكبرت. منافق يا سيدي، المنافقين دول فيهم ناس كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الامامي.
يكبروا يهللوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعوا وسجدوا، وربنا سبحانه وتعالى قال هم في الدرك الاسفل من النار. والله مش لو كبرت وقلت براؤون وسميت نفسك خراؤون وسميت نفسك اي حاجه، ما عندك حق. انت على باطل واضح وصريح. انت ما عندك قضيه للشعب السوداني، احنا بنتكلم عن قضيه سياسيه. الان ما الدين ده حتى اللحظه ما في زول مساوي بشيء. انا اقول لك ما في زول مساوي بشيء على الاطلاق، عشان ما تيجي تدعي علي البهناك ديلاك مسلمين. وانت الاسلام بالتعريف القديم انت ما مسلم. انا بالنسبه لي انت ما مسلم بتعريفي انا للاسلام. تعريفي للاسلام، الاسلام كلمه اسلم بمعنى انه يوفر السلم والامان للاخر. يوفر السلم للاخر، ده كلمه اسلم. اسلم ما سلم. هي ما من فعل سلم، ما فعل ثلاثي، ما اقدر استرسل في الموضوع ده، وانما من الرباعي المتعدي. اسلم بمعنى انه هو وفر السلم للاخرين. زي ذاق واذاق، يعني ذاق الشيء، انا مثلا شلت اكل تذوقته بيسموه ذاق الطعام. اما اذاق معناته ذيق الشيء ده لطرف اخر، لشخص ثاني. اسلم بمعنى انك انت وفرت السلم لشخص اخر. عموما ده مبحث مختلف. وفق التعريف بتاع اسلم، لا انتم ما مسلمين لانكم انتم ما وفرتوا السلام، انتم اشعلتوا الحرب ودعيتوا الاستمرار واشياء كثيره. طيب، فيبقى يا اخواننا انا اسالكم سؤال واتحدى اي انسان يجاوب لي، ما هو مشروع دوله بورتكيزان للشعب السوداني؟ ولا شيء. في ادعاء فارق واجوف يقول لك احنا دايرين نحافظ على الدوله السودانيه. تحافظ على دوله فاسده، تحافظ على دوله ظالمه، تحافظ على دوله قاتله. يعني شنو ده؟ تحافظ على شنو؟ يعني تحافظ على باطل. انت معناها بتدعو لاستمرار الباطل باختصار شديد. يعني انت بتدعو لاستمرار الباطل والقتل. نحن شفنا شنو من دوله 56. دار تسميها 56 سميها، دار تسميها دوله تونجي تسميها. نحن انا بالنسبه لي هي عباره عن استمراريه لدوله تونجي المستعمر الانجليزي المصري. فول ستوب. مشوا الانجليز وتركوا مصر قاعده، وخلايا مصر موجوده. اذا كان جيش، اذا كان مبعث لك نخبه كويس معك شغاله عماله لمصر، واذا كان احزاب، حتى احزاب بالمناسبه الخط العريض. فيبقى يتضح بما لا يدع مجال للشك يا اخواننا، هذه مجموعه بورتكيزان فقط تدافع عن، وده عاده النخب، ده عاده النخبه يا اخواننا، ديل اسمهم الملا، ديل القوم اللي اذا ان الملوك اذا دخلوا قريه نفسدوها، ديل اهل الحظوه والمال والسلطه، ديل هم بيدافعوا عن حقوقهم فقط. بيستخدموا ناس. انت شفت فرعون فاستخف قومه فاطاعوه بكل قباء وهباء، لا بيسمعوا كلامه بعد ذاك، يعني لانه هو حيجي يقول لك انا ربكم الاعلى. كويس. فاول ما يستخف بهؤلاء القوم حيمشوا معاهم، حيقول لكم ما عندي لكم اي حاجه. هل سمعتوا برنامج لمجموعه بورتكيزان؟ برنامج، انا بتكلم للشعب السوداني، ما تكلمني عن الدلاها العوقه ده اللي اسمه بتاع ده كامل ناقص ولا كامل ادريس. كويس. فالقصه ده ما اسمه برنامج، ده برنامج حكومه. انا ده ما بيعنيني، انا ما بتكلم عن برنامج حكومه، انا بتكلم عن برنامج للدوله نفسها، طريقه تشكل الدوله، تاسيس الجيش، تاسيس الخدمه المدنيه، تاسيس مؤسسات الدوله المختلفه، المشاركه الحقيقيه في اتخاذ القرار. اما انه فرعون بتاع الناس بورتكيزان يقوم يعين لي واحد يعمل لي فيه انه هو تكنوقراط ولا كذاب، هو ولا تكنوقراط ولا رجل مزوراتي كبير، ورجل كذاب دخل حياته العمليه بتزوير، وحياته وانهى حياته في التعاقد بتزوير. وفي النهايه الصفقه انتهت بانه يا زول شوف انت والله تكتر كلامك، نحن نفتح الملف ده كله وحتحرم من حقوقك. قام رفع يده وقال لهم خلاص معلش انا استسلمت من القصه دي. طيب، فيبقى دي الجزئيه الاولى يا اخواننا. واضح انه في قضيه عند الدعم السريع، او خلينا نقول تاسيس عفوا، ولا قضيه على الاطلاق والله لا المح ولا قيمه واحده غير الكذب والنفاق واستمراريه دوله 56. دي الجزئيه الاولى اللي هو تعريف القضيه عند الطرفين. ومن هنا بيتضح انك انت اذا قاتلت مع او ضد، معناها انت بتسوي في شنو بالضبط تحديدا يعني. اما حديث انك انت والله داير تقتل الناس دي بالمناسبه ناس بورتوكيزات دي قضيتهم بس انه الانتهاء من الدعم السريع، قتل حواضن الدعم السريع، ده كل القصه بتاعته، ده كل القصه بتاعته. ولو ملاحظين الدعم السريع والله ما شغال بالقصه دي على الاطلاق. يعني انا ما اضرب امثله، لكن الامثله كثيره جدا جدا. الدعم السريع ما شغال يعني برده الفعل تجاه الناس زي بالفهم ده، هذول شغالين يرموا البراميل على المواطنين. انا ما شفت الدعم السريع صراحه فك له حاجه زي كده في مواطن، بيضرب مناطق محدده استراتيجيه معروفه متصله اتصال مباشر بالقصه بتاعت الحرب دي نفسها يعني. طيب، فهم دي قضيتهم الانتهاء من الدعم السريع، لابد من الانتهاء من التمرد، لابد من كلام فارغ ما عنده معنى. انت المتمرد. اذا هي التمرد دي سيئه بالمناسبه، انت المتمرد حقيقه. طيب، السؤال في ظل القضيه اللي انا قلتها دي وملامحها دي، نحن الشعب السوداني ده كله، واللي اغلبه قلنا في الهامش الجغرافي وفي هامش طبعا في الوسط الجغرافي برضه كويس معاك. هل تعتقدوا في حياد يا اخواننا؟
هل تعتقدوا انه في انسان يقول لك انا والله يا اخي لا انا لا مع هذا ولا مع ذاك؟ انت عندك قضيتين، كل انسان عنده برنامج، بغض النظر عن انه برنامجك هو قتل الشعب السوداني واستمراريه دولتك الفاسده دي، او عندك برنامج حقيقي بتتحدث عن مشاركه حقيقيه بتحول ديمقراطي، حكم مدني، عداله، ما بعرف لك اشياء زي كده. هل الموضوع ده في امكانيه لانك انت تقول انا فيه في الحياد؟ يعني تقول كلمه حياد دي صراحه، او تقول بالموقف الحقيقي يعني. هل في امكانيه لحاجه زي دي؟ اطلاقا ما في. وحقيقه هل يوجد حياد الان؟ هل في ناس محايدين الان؟ ابدا. انا بقول لك في ناس بعدت نأت بنفسها قليلا، ولكنها متواصله قلوبها مع بورتا كيزان. وانا هنا اقصد بالشكل الواضح المباشر يا اخواننا، والكلام ده انا اتحدى فيه، اللي هو مجموعه ما يسمى بصمود، ده هم التيارات الموجوده قدامنا، وما يسمى بالجزريين. الان الناس دي يا اخواننا ما في مساحه، ما في فوارق كبيره بينهم وبين بورتا كيزان. هم عباره عن بورتا كيزان او كيزان نمبر 2. وانا اقدر اقول لك على شيء بالمناسبه، الصراع ذاته لم يعد الان، اللي موجود الان لم يعد بالمناسبه كيزان وغير كيزان. ده الحاصل الان، ده الحاصل الان. مجموعه، وده تيار بورتا كيزان كله كده على بعضه، يعني احنا بنسميه بورتا كيزان اجمالا، لكن الواضح منه اللي بيجمعهم كلهم مع بعض هو المحافظه على الدوله المركزيه واستمراريه الدوله ال 56. دي مجموعه. عشان كده المجموعه دي بالمناسبه تحالفها فيها تحالف خفي. التحالف الخفي ده بيشكلوا مين؟ بيشكلوا قوى صمود. وانا لما نقول قوى صمود يا اخواننا فيها احزاب سياسيه، الاحزاب السياسيه دي ليست كل الاحزاب السياسيه هي مع هذه المجموعه بتاعت بورتا كيزان الدايره تحافظ على الدوله المركزيه، ابدا ابدا. الحزب بتلقاه لافته، لكن اللافته دي بالمناسبه تسيطر عليها نخب. اللافته دي تسيطر عليها نخب، يعني نحن لما نتحدث عن الحزب في شكله ده بنقصد تحديدا النخب المسيطر على هذا الحزب. فانا اقدر اقول لكم بمنتهى الصراحه، صمود والجذريين اللي هم التيار ده بيسموهم قوى الثوره ادعاء يعني طبعا. وانا حقيقه انا من زمان كنت متشكك في ثوريتهم اونستلي، وكنت في الكلاب هاوس كنت بتكلم عنهم بطريقه ما بتتخيلوا قدر كيف. كويس معاك؟ كنت اتشكك فيه، انا بقول لهم يا اخي از نوت انف انت تفتكر انك انت والله شلت لك قاروره ومشيت في الشارع انت ثورجي، لا ابدا. انت يعني اجزاء انت باحث عن شنو. هنا اتضحت الحكايه، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهنا القصه بقت اصبحت واضحه جدا جدا. يعني انت انت كونك هتفت مع التغيير وضد الكيزان ما كافي، انت داير شنو بالضبط؟ ما هو كيزان مشوا. اذا انت قصدك انه مثلا، يعني انا بتكلم في وقتها، يعني وقتها كيزان مشوا كويس معاك، اذا انت قصدك فقط انه يمشوا الكيزان وتجي انت ما حتستقير على الاطلاق، ده ما تغيير، وده مره راغبين فيه نحن، يعني ما هو خلاص في حتجي نخبه تمشي نخبه، او تمشي نخبه تجي نخبه. كويس كده ما حدث تغيير. ده اللي ما يعني اللي ما خرجنا عنه او ما قصدناه نحن بالخروج والتغيير والهتاف من كم 50 لاحداث تغيير حقيقي وصراع حقيقي مع المركز. فاتضح بما لا داعي مجال للشك، الناس اللي كانوا في ثوره 2018 ديسمبر 2018 كويس معاك، ما كلهم كانوا على قلب رجل واحد. هم كان فقط هدفهم حاجه واحده، ازاله البشير وجماعته. دي اتفقوا فيها القالبيه. واخواننا حب السلطه ذاته موجود، الناس زي نفسهم فيهم ناس بيحبوا السلطه، يا اخي انا ما داير فلان يحكم، داير احكم انا. ديل الناس اللي كايسين كراسي ومناصب. الليله اتميزت الصفوف حقيقه. انت عاوز تغيير شكله شنو؟ انت عاوز تشيل البشير وتجي انت، يبقى انت ما في فرق بينك وبين البشير. انا ما يهمني لونك ولا شكلك ولا تفاصيل حاجاتك. البشير ايوه حرامي وقاتل واي حاجه، وانت بكره حتحكم حتبقى قاتل وظالم وباطش ونفس الشيء. ما لم انه تتغير الدوله نفسها وزي ما بيقولوا السيستم بتاعها عشان تراقبك وتكون فيها شفافيه ويكون فيها تؤسس تاسيس حقيقي، يبقى انت حقيقه لا، انت ما غيرت الدوله. فهنا اتضح يا اخواننا حقيقه زي ما قالوا الجماعه القربال ناعم، القربال حقيقه ناعم. فهنا اتضح لنا بما لا يدع مجال الشك، في ناس راغبه في انه والله يا اخي نشيل ناس البشير والجماعه دي، وده ذاته يعملوا لهم ترقيع كده محدد في القصه بتاعت ازاله الاموال والاشياء دي وازالتهم من السلطه، وكانوا باقيين مستمرين والابقاء على الجيش، وبعد شويتين يرجعوا ثاني من جديد يحكموا. كويس معاك؟ ده بعض الناس تصورهم للتغيير كده يا اخواننا. هنا الان تميزت الصفوف. لا والله نحن عاوزين نغير كل الدوله دي، عاوزين نفككها. هنا بيجي الموقف الحقيقي من التغيير الحقيقي اللي بنقصده نحن، اللي بنسميه التغيير الشامل. التغيير الشامل ليس تغيير الشيوعيين برضه بالمناسبه عندهم مصطلح كده بيطلقوه طبعا، لكن افسدوه، افسدوا المصطلح.
الشيوعيين كان عندهم تصور بكلمه التغيير الجذري، لما كانت قحط ديك متماهيه مع العسكر والجماعه دي، فهم قالوا دايرين التغيير الجذري. تصور الشيوعيين للتغيير الجذري انهم هم اللي يحكموا، هم رجال المقاومه اللي معاهم يعني. كويس معاك؟ ده تصورهم انهم هم اللي يحكموا، لكن ما كان في تغيير حقيقي على مستوى تفكيك الدوله نفسها واحداث مشاركه حقيقيه بل بالعكس، الحزب الشيوعي عنده نظره يعني ديكتاتوريه متسلطه اكثر من الكيزان نفسهم. ديل بيروا انه ناس الهامش ديل بالمناسبه فيهم ناس كتار جهله لا يحق لهم التصويت. فطبعا ما حيقول لك لا ما يصوتوا عديل كده، لكن بتتخلق لك اجسام بتديهم دبليكيشن في التمثيل. فهمتني؟ انت ما خلاص بيدوك صوت واحد. كويس معاك؟ المواطن البسيط المسكين اللي حسب زعمهم طبعا انه ما متعلم، هو الله يفهم منهم. كويس معاك؟ بيدوك صوت واحد ومثلا دائره جغرافيه وكلام زي كده، لكن الدوله تدار لا تدار بنخبويه، نفس الكلام اللي سوته لنا صمود الان، اللي هي تدار بمين؟ تدار بلجان المقاومه، تدار بمنظمات المجتمع المدني، تدار بمثلا تجمع المهنيين، ديل بدوهم وزن اكثر، وده تماما اللي عملته صمود يا اخواننا. ده كان بيخططوا له الجزريين، جات نفذته صمود، عشان تعرف انه الناس ديل كلهم على قلب الرجل واحد من اجل المحافظه على حظوظهم وانصبتهم في الدوله المركزيه. ما عندهم شيء للمواطن. افهموا الكلام ده كويس بالمناسبه. انا هنا لا اتحدث عن الاحزاب كلافته، لانه نحن هسه راينا بفضل الله سبحانه وتعالى الحزب الشيوعي بالمناسبه انشقت منه مجموعه اللي هي حزب شيوعي في الهامش، حتى لو بفكرته الايديولوجيه دي نفسها، لكن من الهامش انشقوا منه ناس، وكذلك المؤتمر السوداني، وبدرجه او باخرى مثلا حزب الامه. كويس معك؟ والاتحاد الديمقراطي. فكل الاحزاب الان اصبحت مقسومه. معناها انت لما تتكلم عن حزب، انا بتكلم عن النخبه بتاعته المسيطره عليه الان. النخبه المركزيه المسيطره على الاحزاب دي الان يا اخواننا هي منحازه لمصالح مركزيه نخبويه، والمحافظه على دوله 56. 56 دي ما شفنا منها شيء. انتوا بتتكلموا كيف؟ انتوا بتتكلموا عن تاريخ، يعني انتوا عجباكم الاقاني التراثيه بتاعتنا 56 واجدادنا جابوا الاستقلال. ايوه جابوا الاستقلال، لكن ما تحقق الاستقلال بمعناه الحقيقي. ما تحقق الاستقلال بمعناه المفيد للشعب السوداني، ما تحقق شعار السودان للسودانيين. لم يعد السودان للسودانيين اطلاقا، لم يتحقق الشعار ده حتى اللحظه. نحن عاوزين نحقق الشعار ده، ان السودان للسودانيين بل لكل السودانيين بلا استثناء. كل انسان عنده صوته يتساوى تماما مع اي سوداني اخر في الارض الموجوده فيها دي. ده الاستقلال الحقيقي. حقيقه نحن كالاتي يا اخواننا، ده شكل الاستقلال اللي جانا، عشان كده نحن ناغمين على 56. في ناس بيزعلوا من قصه 56، خلاص خلوا دوله وينجت. وبل بالعكس انا شايف انه نحن كوننا نقول دي دوله وينجت والله اساءه لدوله 56، اساءه حتى لاجدادنا جابوا الاستقلال. نحن ما دارين الحاجه دي، نحن دارين نقول اجدادنا جابوا زي ما بيقولوا استقلال، تمام، وطردوا لك المستعمر. في اشياء واجراءات محدده المفروض تتعمل، ما عملت. دي هي انا ما بقول لك ما مسؤوليتهم، لكن على الاقل مسؤوليه من خلفهم بالدرجه الاكبر. انت ليش ما فكرت دوله الاستعمار؟ انت ليش طلعته؟ اذا انت بتبقى على ادواته المفتته للمجتمع السوداني ومفككه له، وزي ما بيقولوا ساعيه وسط المجتمع السوداني بالفساد والظلم وتكريس الجهويه والمناطقيه والقبليه، يبقى انت ما عملت شيء. احنا بنقول لك السودان للسودانيين دي ما تحققت على الاطلاق، على الاطلاق ما تحققت. نحن عاوزين نحققها الان. نحن عاوزين حقيقة الشعار بتاع السودان للسودانيين إنه كل إنسان يحس إنه هو عنده دور حقيقي وفاعل في الدولة السودانية دي، ومشاركة حقيقية. ونسبته أنا قاعد أكررها دوما ولا أمل من تكرارها، إنه كل إقليم ياخذ حصته بتعداد سكانه. فيبقى يا إخوان، هل يمكن وسط الطرحين ديل يكون في حياد؟ ما في حياد. يبقى مجموعة صمود، مجموعة القوة ما يسمى بالجزريين، الآن لا فرق بينهم وبين الكيزان اذا اعتبرناهم هم تيار مع بعض. هم ما مجرد كيزان. ويا اخواننا المجموعه دي كلها بالمناسبه هي ذاتها بتتقسم برضو عشان الناس تكون واضحه، الناس كلها ما على درجه واحده. طبعا في الناس المستفيده، النخبه العليه من القوم زي ما بقول عليه القوم، اوكي، دول هم الجماعه اهل الحظوه المعروفين، يعني اصحاب الامتيازات التاريخيه زي ما بيقولوا عليهم. دول هم الحقيقيين الموجودين، ودول المستفيدين من، ودول بيحركوا اللعبه. الان الداعم الاساسي المالي لهم هم الكيزان طبعا، لانهم هم الان صاحب السلطه واصحاب السلطه واصحاب المال. الجماعه الثانيين الاحزاب السياسيه الثانيه دي شغاله معاهم ودعماهم تحت، والاتصالات شغاله بالمناسبه. وسبتمبر بدأوا حيتم تواصل في سبتمبر ده بين الصمود ديلا والجزريين طبعا متواصلين اوريدي. الشيوعيين انتم عارفينهم خلاص تماهوا تماما مع الكيزان، دارين يحافظوا على الدوله دي. وانا قلت لكم عندهم حظ، عندهم مصلحه
كلهم شيوعيين بعثيين ناصريين يا اخواننا، عندهم خلايا موجوده في الجيش ده، وكلهم دارين يعملوا انقلابات في لحظه ما. تجي الديمقراطيه بتقعد لها سنه ولا سنتين بغشوق الشعب السوداني، سنه ولا سنتين بتقلب عليك، مره شيوعي مره بعثي مره ناصري مره حركه لا اسلاميه، وباقي الاحزاب الثانيه كلها ممكن تعمل الانقلاب. بعد ده من هنا لقدام اللي انا شايفه ده ممكن اي حزب يعمل انقلاب، لانهم خلاص نازل في بالهم حاجه واحده، نحن عندنا تاريخ وعندنا ارث وعندنا دوله وعندنا مال وعندنا سلطه عاوزين نحافظ عليها يا اخي، ما تفقعونا بالقصه بتاعت هامش وما هامش. فده اللي حيحدث، ده اللي حيحدث الان. التحالف ده بالمناسبه هو في جزء خفي، لكنه لو انت شفت التقاطعات بتاعتهم الاثنين والله بيدافعوا عن دوله 56. انا سمعت الكيزان بيدافع عن دوله 56، والشيوعيين وباقي الاحزاب بتاعين الصمود بيدافعوا عن الدوله 56. يبقى هم التقوا، عندهم مشكله محدده بالمناسبه محلوله اللي هي قصه الكيزان. الكيزان دي حيعملوا لك، والاقتراح اوريدي طبعا ظهر في المجتمع في الميديا، انه يا اخواننا والله الكيزان دي ما كلهم على قلب رجل واحد. بالله عليك ما تيجي تتعلموا من التعايش. الكلام اللي قلناه كتر خيره يعني، ما شاء الله عليه يعني، ربنا يعينه كويس معاك. يقول لك الكيزان دي ما على قلب رجل واحد، والكيزان دي مختلفين وفيهم ناس عملوا وفيهم ناس سووا وفيهم ناس صقور وفيهم ناس حمايم. طيب خلاص جيبوا الكيزان، يبقى عملت شنو؟ وين ثورتك؟ تقدر تحدثني عن قيمه واحده انت حافظت عليها؟ ابدا. وتخيل التيار اللي بيفتكروا انه تيار قابل للحوار وكده اللي هو مجموعه كرتي، اللي اشعلوا الحرب، اللي قتلوا الناس، اللي ضربوا الاسلحه الكيماويه في الشعب السوداني، اللي دمروا الخرطوم، اللي عملوا كسروا كباري، اضربوا كباري، دمروا اسمه شنو ده الجيلي، دمروا كباري، اصلا ما يحكمون ما يقعدوا. الكلام ده برنامجهم بالمناسبه، ده برنامج الدوله المركزيه. وعشان كده فرحوا لما دخلوا مدني ولما دخلوا الخرطوم، فرحت النخبه المركزيه دي بالمناسبه من الاحزاب السياسيه والنخبه المركزيه كلها فرحت للموضوع ده. ما تبقى دي ضيعتهم، ده ما ورثوه من اجدادهم وابائهم، دارين يحافظوا عليه باي ثمن بالمناسبه، باي ثمن بالمناسبه. بيفتكروا انه الدعم السريع ده وجنود الدعم السريع وباقي الشعب السوداني ده كله كويس معاك زي الصراصير. اذا انت يوما ما نافستني في سلطتي ومالي ومركزيتي دي هقتلك، ما عندك حق. وعملوها يا اخواننا في الجنوب ده 2 مليون ده تفتكروا قتلوهم ليش؟ عشان تبغى الدوله المركزيه بتاعتهم ويبغى الكرسي بتاعه ويبغى علي عثمان حاكم ويبغى البشير حاكم، وفصلوا الجنوب عشان الحكايه دي تستمر. الان هم ما عندهم مانع بالمناسبه يفصلوا دارفور وكردفان عشان برضه السلطه تستمر، لكن وقسما بالله السودان ده كله يبدا لكم جحيم. النخبه المركزيه دي تاني انا قلت لكم القضيه انتصرت بالحرب او بالسلم، اطمئنوا على الموضوع ده، القضيه انتصرت، بس انا في رسائل محدده حقولها في النهايه. طيب فيبدا يا اخواننا بالمعتضى واضح انه ديل الجماعه دي كلهم مع بعض حاجه واحده، حاجه واحده ما بتقدر تفرقهم على الاطلاق. بالمناسبه مشكلتكم شنو؟ لو قلت لهم يقول لك يا اخي والله نحن مشكلتنا شيلوا لنا بعض الكيزان واعملوا لنا شويه ميك اب ونحن بنقبل الموضوع ده والدوله المركزيه تستمر وندعمكم يا جيش ويا كده. وحتبقى الخلايا زي ما هي، الشيوعي عنده خلايا في الجيش، البعثي عنده خلايا في الجيش، الناصريين عندهم خلايا في الجيش، وبعد شويتين لا ممكن ذاته حتى الامه والاتحاد الديمقراطي يكون عندهم خلايا في الجيش، ما في ما يمنع بالمناسبه عشان ما نستثنى حد. آتي بالمناسبة أنا التغير اللي أنا شايفه ده بالمناسبة جدير إنه يغير الأدوات ذاتها في التعاطي مع الدولة السودانية. ممكن يتم تحالف كبير بين المجموعات دي كلها مع بعض كده، إنه والله نحن كيف نحافظ على دولتنا وعلى ما ورثناه من سلطة ومال وهكذا يعني. فهمتوا؟ ده الحادث الآن. الحوارات شغالة مدورة مع بور السودان والأمور زي ما بيقولوا عسل على لبن، وفي شوية حياة كده بيعملوها نظام نحن ضد بعض وكلام زي كده. طيب مع إنه في ناس بيقولوا بعض الأشياء مختلفة شوية قليلا. طيب خلوني أول حاجة أحيي السيد رئيس وزراء دولة السودان الحقة، دولة المواطن، السيد محمد حسن التعايش. حقيقة كلمة كانت رائعة منه ومواقف مشرفة وتشبه السودان وعزته، ذكرتنا حقيقة بتاريخ ما دارين نقوله كويس معاك، لكن يا أخو التعايشي والله يعينك ويوفقك يا عزيزي. وحقيقة قال كلمات ضافية في حق الشعب السوداني، تحدد حدود الشعب السوداني. هنا بتبدأ الرمزية. شوف الفرق بينه وبين العوقة بتاع بور السودان. الرمزية في انك انت تعتز بانك انت سيادتك على بلدك كله، ما بتسكت. انت شفت لكم صمود ولا جزريين ولا بورتكيزان تحدثوا عن حلايب وشلاتين؟ تحدث عنها محمد حسن التعايشي بكل عزة وفخر. هنا ده السودان اللي بيعرفوا الشعب السوداني بالمناسبة. لو انت داير تعرف الكاركتر بتاع السودان المتعارف عليه يا هو بتلقاه في شخص محمد حسن التعايشي، بالكلام اللي قاله على الاقل. انا ما بيتكلم فيه كلام عام يعني كويس معاك، بالكلام اللي قاله ده المعطى ده
اثنين، الرجل عارف هو بيسوي فيه شنو، حذر ما يسمى بالحركه اللا اسلاميه. وده الكلام اللي قلناه كثير جدا جدا. قلنا جماعتنا ديلك ناس صمود ديل هم ماسكين العصايه من النص كعادتهم، كعادتهم شغلانيتهم كلها الوان رماديه وعصايه من النص وهبوط ناعم وكلام فارغ. حظر المؤتمر الوطني اسلاش كده خدت لك الحركه اللا اسلاميه. انت بتستغربوا في منه يا اخوانا؟ كلمناكم قلنا لكم اس البلاء هو الحركه اللا اسلاميه. المؤتمر الوطني ده موضوع حادث. بكره دي بيحلوا المؤتمر اللا وطني، هم ذاتهم بيقول لك نحن حلينا المؤتمر اللا وطني. ما انت غبي، ما هو غبائك ده بيوقعك وبورطك وانت قاصد. شيء واضح انك انت قاصد انك انت تقول المؤتمر اللا وطني عشان بكره هم يقول لك والله نحن حلينا المؤتمر اللا وطني. لكن الحركه اللا اسلاميه هم ما بيتنازلوا لك منها. الكارثه في الحركه اللا اسلاميه ما في المؤتمر اللا وطني. انت من الحركه اللا اسلاميه دي تناسلت عده احزاب اخرى، الاصلاح الان وما بعرف لك بتاع كيان الشمال ذاك وما بعرف لك المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني هسه انقسم لاثنين، والشعب بهناك، والشعب ذاته انشق لاثنين بالمناسبه، وفي حاجه اسمها التجديد مجموعه التجديد، وفي حاجه اسمها المستقبل. قصص دي كلهم اطارهم العام لو انت دار تحظر دي كلها لافتات للحركه اللا اسلاميه. انت خايف، انت جبان، انت جبان بالمناسبه يا بتاع الصمود وبتاع الجزريين. انتوا جبنه، انتوا ما قادرين تواجهوا المشكله. انتوا عندكم مصلحه في بقاء الحركه اللا اسلاميه. انا ما اعرف قد تكون في تقاطعات ايديولوجيه خفيه علينا، لكن على الاقل من الناحيه السياسيه انا شايفكم انتوا زي بعض. اقول لكم بمنتهى الصراحه انتوا زي بعض. انت لسه بتداري على شمعه الحركه اللا اسلاميه انها تكون موجوده وانها تكون حاضره. يا سيدي المصيبه والكارثه في الحركه اللا اسلاميه التحيه للتعايشي، حظر الحركه اللا اسلاميه. بعد ذاك يشوف الادوات اللي ممكن يحصر بها الحركه اللا اسلاميه. الحركه اللا اسلاميه دي البلاء هو الحركه اللا اسلاميه، ما المؤتمر الوطني يا اغبياء. كلمناكم ألف مليون مره قلنا لكم المصيبه والكارثه هي الحركه اللا اسلاميه. الحركه اللا اسلاميه هي كارثه البلد دي. طيب انا ما اقدر استرسل كثير. طيب عندي رساله يا اخواننا لحكام اقاليم السودان المختلفه. انا قلت لكم القضيه دي باذن الله تعالى منتصره وانتصرت، منتصره وانتصرت. في شغل محدد المفروض يتم. هو شوف، ما هو في احتمالين للقصه دي. ايزر انها تحكم عسكريا، الناس دي تواصل معارك كده دي، والداير يهلك من العفن ديل من اجل حمايه اسيادهم. واسيادهم ذاتهم ما اسياد بالمناسبه، اسيادهم هم ذاتهم عبيد لجاره السوق. كويس معاك؟ انا بقصد الفلنقايات، عموم الفلنقايات. اي زول بالمناسبه ما هو كوز اصيل حركه لا اسلاميه ده بالنسبه لي فلنقاي. يكون في الصمود، يكون جزري، يكون ما بعرف لك حركه مسلحه، حركات مسلحه، يكون عامه الشعب المغشوش، عامه الشعب المغشوشين ديل الشغالين في حرب الكرامه والعفن ده الشغالين لصالح الانحرافي. كويس معاك؟ ديل كلهم ديل بالمناسبه ديل قواش سايف. هم طبعا ديل هنا ذاته في طبقات، يعني في الناس زي ما قلت لكم الناس الدرجه العاليه من الناس بتاع بورتكيزان ديل، وفي الجماعه الثانيين ديل الهتيفه والصفيقه ديل. فاما انه الحرب دي بالمناسبه تحكم عسكريا، تحسم عسكريا، عفوا تحسم عسكريا. طيب بعد ده خلاص والله الحشاش اللي بيسبكوا اللي بيفتر يفتر. كويس معاك؟ اي زول يشوف حاجته. والدعم السريع والتاسيس اسسوا دولته، نسال الله التوفيق لهم، اسسوا دولته وحيجيبوا كل ما يساعدهم في حمايه حقوقهم. الناس دي بتدافع عن حقوقها، الناس دي دايره حقها في الدوله السودانيه دي. بعد ده او شوف اي قاعده في كرسي تبقى القصه بتاعت حقوق شعب سوداني، ما صفقه ما كراسي. شفتوا اللعبه دي اختلفت كيف؟ انا قلت لكم القضيه انتصرت. انا قلت لكم القضيه دي انتصرت نقطه سطر جديد. بمعنى شنو؟ لو الناس دي مشت بمعركه خلاص والله الدعم السريع ده هيجيب قوته، ما خلاص اضعف لحظاته بالمناسبه الفتره اللي مضت. تعرفوا الكلام ده كويس. اضعف لحظات الدعم السريع الفتره اللي مضت، لانه هو كان مجموعه بسيطه ما عنده اي سلاح، هجمت عليه دوله وهي مرتبه للمعركه. كويس معاك؟ بسلاح طيران، بسلاح كيماوي، بسلاح ما بعرف لك فتاك، بمدرعات، بجن، باسلحه انا ما بعرفها. كويس معاك؟ هو كان قوه قله عندهم سلاح البدائي البسيط ده بتاع المشاة العادي. الان تحول لدوله، الدوله دي حتنال كميه من الاسلحه، درتوها معركه بتنبلوا بتنبلوا، ستنتصر القضيه لا محاله باذن الله تعالى. درتوها حوار وقعده وجلوس. هنا بتجي رسالتي لحكام الاقاليم. شوفوا يا حكام الاقاليم بالمناسبه، المنصب ده بالمناسبه ما هو منصب شرفي، منصب مسؤوليه. ونحن بندنا الاساسي هو مشاركه الشعب السوداني واشراك الشعب السوداني. ده اللي بيفرقنا من الدوله المركزيه النخبويه. نحن ما دارين نولد نخبويه جديده، نخبويه جديده في دوله تاسيس. انتم المطلوب منكم كالاتي، كل حكام الاقاليم كلكم الثمانيه، التواصل مع الجماهير. انا الحته دي عندي منها قصد محدد حقوله. التواصل مع الجماهير، حتى المناطق بتاعت
اللي يسيطر عليها الجيش، التواصل مع الجماهير. الجماهير دي ممكن تكون صعبة بالنسبة لك، لكن انت ممكن تشوف فوكس بيرسون، قيادات فاعلة في المجتمع ده إدارات أهلية كويس معاك، نشطاء، سياسيين، أيا كان نوعهم. انت تهيئ المجتمع ده لانك انت برنامجك شنو بالضبط؟ هو مشاركة حقيقية. والحاجة دي انت ما بتقدر تعملها الا يتم تضمين بما لا يدع مجال للشك، وده انتم تطالبوا به كحكام اقاليم. البند اذا ما موجود في دستور تاسيس يكون واضح، عشان انت لما تتكلم مع جماهيرك يكون عندك حاجه ليهم، مشاركه حقيقيه. تتكلموا مع جماهيركم انه كل اقليم عنده حصه في المركز بما يعدل جماهيره، نسبه تعداد جماهيره. يبقى انت عندك دورين او هدفين، تمام، او مسؤوليتين، انك انت تتواصل مع الجماهير، والجماهير دي دايره حقها. الجماهير دي ما بتشتغل لك هتيفه، الجماهير دي دايره حقها، لازم انت تضمن لها حقها كنسبه في المركز، في كل ما يتصل بالمركز. الكلام ده انا قلته، في كل ما يتصل بالمركز، ما وزاره بس، ما سفاره بس، ما جيش بس، ما امن بس، ما استخبارات بس، ما خدمه مدنيه بس، في كل ما هو متصل بالقوميه تاخذ نسبتك فيه كاقليم. شرق السودان، غرب السودان، وسط السودان، جنوب السودان، وات ايفر. انا قلت بس الاتجاهات بشكل عام، شمال السودان. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، تحرك الجماهير بتاعتكم دي توعوها انه الثوره دي والتغيير ده من اجلكم انتم يا ناس الهامش، من اجلكم انتم يا ناس الهامش. فيبقى تواصلك ده بيخلق زي ما بيقولوا ثقه في هذه الحكومه. انا اللي داير اقوله في الحته دي نقطه اساسيه وجوهريه يا اخواننا. المساله دي لو انتهت بالحوار نحن حنصر على شيء محدد، وهنا بلفت الدعم السريع للقصه دي، ما انه يكتفي بالمناطق التي تحت سيطرته. الكلام ده فيه خذلان لعامه جماهير الشعب السوداني اللي وقفت مع القضيه. انتبهوا للقضيه دي كويس يا قاده الدعم السريع وقاده التاسيس. نحن عارفين انه طبعا البلك موجود في مناطق كردفان ودارفور وصح وقليل من النيل الازرق، نقدر نقول دي مناطق السيطره على الاقل، مناطق سيطره الدعم السريع وتاسيس مجموعه التاسيس. لكن كالاتي، الشعوب السودانيه دي كلها ناضلت، قدر الله سبحانه وتعالى خلى انه الجيش ده يكون موجود في مناطق محدده الان ومسيطر عليها. المناطق المسيطر عليها الجيش دي بالمناسبه هم ما مع الجيش، تفرضت الظروف. انا ما اقدر اقول فشل الدعم السريع انه يوصلهم، لكن اتفرضت ظروف خلت انه الجيش يكون موجود هناك والدعم السريع موجود في مكان اخر. الدعم السريع ده كاد انه يصل لكل مناطق السودان. المهم عموما اتغيرت الخطه للخطه بقى حسب الكلام او اللغه العسكريه. لكن الان اللي انا عاوز اقوله قضيه الشعب السوداني القوميه اللي بندعو لها، الكلام ده للسيد رئيس مجلس الرئاسه محمد حمدان دقلو، والسيد النائب الحلو، والسيد رئيس الوزراء. الحق ده حق الشعب السوداني كله، والنضال ده شارك فيه كل الشعب السوداني. نحن لا ننكر على الاطلاق والله نضال اهلنا وجنود الدعم السريع لا يدانيها نضال من 56، دي اصلا ما فيها اثنين ثلاثه. لكن باقي مجموعات السودان ناضلت. يبقى اذا جلستم في اي لحظه من لحظات الزمان في ايقاف هذه الحرب، يجب ان يكون الجلوس باستفتاء اقاليم السودان في ان تختار اين تكون. اين تكون؟ يتم استفتاء الجماهير وليس النخب، الجماهير وليس النخب، جماهير النيل الازرق، جماهير الوسط، جماهير الشمال، جماهير شرق السودان، كل المناطق يتم استفتاء حقيقي. المره دي ما يكون الكلمه والسيطره يا اخواننا. الكلام ده مهم، الرساله الاخيره دي معلش هي جت في الاخر، لكن هي اهم ما في الكلام ده كله. يتم استفتاء اقاليم السودان المختلفه. عشان كده انا بقول اهميه التواصل من حكام الاقاليم مع الجماهير ده ضروره قصوى، وده واجب اوجب. انت الان ما عندك خدمات تقدمها للجماهير. حاكم الاقليم الشرقي ما عندك خدمات، ما مسؤول من خدمات، مطلوب منك فعل سياسي. الكلام ده انا بقوله للسيد الدكتور مبارك مبروك سليم لانه حاكم اقليمنا. كويس معاك؟ انا بقول لك الكلام ده واتمنى انه الرساله دي تصلك بشكل واضح. والرساله دي لحاكم الاقليم الاوسط والحاكم النيل الازرق والحاكم النيل الابيض، افتكر هي تبع الاقليم الاوسط، ولكردفان، دارفور اوريدي هناك موجوده، والشمال والخرطوم. ما تنموا لنا على العسل، ما تنموا لنا على العسل في القصه دي. لابد من حوارات وتواصل مستمر، ويكون جندي اساسي انه يا اخواننا السودان ده المره دي عشان تجيب فيه الحرب الى الابد. اذا كان لابد انه يتقسم السودان ده، اذا كان لابد يجب ان يحدث استفتاء لكل اقاليم السودان، لكل اقاليم السودان. ما تحقق للنخب المركزيه طموحه بيكون ده قباء مننا. لو نحن فقط اكتفينا بالله بدارفور وكردفان
وكده ده الدايرو عبد الرحمن عباسيب، ده الدايرو عبد الرحمن عباسيب والنخب المركزيه الظالمه الفاسده كلهم عاوزين كده، اغلبهم عاوزين كده. خلاص، ما هم دايرين حاجه واحده بس، هم دايرين لهم مساحه يخطوا فيها الكرسي بتاعه، دايرين لهم مساحه يخطوا فيها الكرسي بتاعه. عشان كده علي عثمان محمد طه شفتوا الضحكات بتاعته لما اتفق مع قرن على حق تقرير المصير، مبسوط. لما اول مره انا اشوف علي عثمان محمد طه بشكله الوش الاسود ده يضحك الضحكه دي وهو يصافح جون قرن. كويس معاك؟ لانه خلاص عرف ضمن حاجه واحده، والله يا جون قرن ده قاعد معانا والحرب دي وقفت، يا مشى مننا وارتحنا منه وحنحكم الى الابد. الان هم نفس الحاجه حيدخلوا معاك بالسيناريو ده، اياكم تحققوا لعمسيب ولحياة عبد الملك وللبرهان طموحهم، ده طموح الكيزان يا اخواننا. طموحهم انه البلد دي تنقسم ويقعدوا هم يستاثروا بما تبقى من السودان، هيحكموا شرق السودان زي مثلث حمدي في قبره لعنه الله عليه، وهو اللي خطط للمشروع ده. وعن قصد بالمناسبه همشوا الهامش، قاصدين الحكايه دي بالمناسبه مدروسه. ده اذا كان ده الخبراء والاقتصاديين بيقول لك انت اهتم بالمناطق دي لانه دي كده مفصوله، كده المفروض تمشي مننا. فاذا نحن عملنا الحاجه دي بالمناسبه حققنا لهم طموحهم. عشان كده يا اخواننا انا قاده تاسيس بقول لكم الكلام ده بشكل واضح، اذا لا قدر الله مشينا في مسار فيه زي ما بيقولوا مساحه لانه استقلال بعد الاقاليم او حق تقرير المصير، يجب الاستفتاء لكل الاقاليم. الاستفتاء الداري يقعد مع مصر وتبعيه لمصر وتكون عميل لمصر عمرك كله حقك. امشي دي دولتك. وبرنامجكم يكون واضح بالمناسبه يا شباب، هو واضح انا عارف واضح، لكن اشتغل الاعلام على هذه الجزئيه، البرنامج يكون واضح. نحن والله العظيم نحن دعاة انه يتمكن الشعب السوداني من حكم نفسه، ويتمكن الشعب السوداني من اداره خيراته واستقلال خيراته. ما نسمح للاجنبي يجي يتدخل فيها. الان المصريين بالمناسبه دمروا الكباري والطرق والان جايين يصدروها، يعني بياكلوا حقك مرتين. شفتوا الملاعين دي اصلا ما فيهم خير، وقسما بالله يبنوا لك كوبري بعد بكره يقع، وبيجيبوا لك الناس اللي بيتعلموا فيك. شفتها؟ فده العملاء مصر يا اخواني. وانا قلت ديل باسيادهم، يعني هسه الفلنقايات الشغالين فلنقايات للبرهان، البرهان عبد للمصريين. البرهان وجماعته بالمناسبه دوله 56 دول كلها عبيد للمصريين يا اخوان، اختصروا الموضوع. عبيد للمصريين، هم عبيد للمصريين يا اخوان، عملاء نصا واحدا ما قادرين يخرجوا منها. والله الان هاجروا ومشوا قعدوا في مصر ما قادرين يطلعوا برا يقولوا ولا كلمه في حقها. خليهم يقولوا حلايب وشلاتين دي ما سودانيه، خليهم يقولوا حلايب وشلاتين، خلي واحد فيهم يرجل يقول حلايب وشلاتين دي، اقصد عفوا يقول حلايب وشلاتين دي سودانيه. خليهم يقولوا حلايب وشلاتين دي سودانيه، ما بيقدروا يقولوا لانهم مشترينهم ومخوفينهم بالمناسبه. وفي ناس ماسكين لهم كروت ملفات، يعني ملفات سوداء. ده الاستخبارات المصريه يا اخواننا، ده الوضع كده. الناس لازم تكون واعيه لقضيتها. انا كثرت اظن 42 دقيقه، الكلام كثير، لكن الجزئيه الاخيره دي مهمه. حكام الاقاليم عندكم دور سياسي كبير، ما عندكم خدمات، مو مسؤولين من خدمات، مو مسؤولين من اي حاجه، بالذات المناطق اللي بقول المناطق اللي بيسيطر عليها الجيش. مطلوب منكم تواصل حقيقي. الشيء الثاني لازم ننتبه، لانه نحن اذا مشينا في مسار لا قدر الله فيه اي امكانيه لانه السودان يبقى دولتين، لابد من استفتاء الاقاليم، لابد من استفتاء الاقاليم. ومطلوب من الدعم السريع برضو على مستوى قيادته العليا، التواصل مع الادارات الاهليه، مع القيادات المجتمعيه برضو، بالاضافه لحكام الاقاليم يا اخواننا. لانه السيد محمد حمدان دقلو والسيد الحلو عنده زي ما بقول احترام كبير عند كثير من الجماهير وقيادات الولايات المختلفه، عندهم تقدير كبير لهم. فالتواصل ده يجب ان يكون من الان. احرصوا على هذا الامر عشان نفوت على القوه المركزيه النخبويه الفرصه بانها ما تقعد تقسم في السودان بمزاجها هي. كل شويتين شيلوا جنوب السودان وفكوا ده دارفور، وبعد شويتين ما عنده مانع فكوا النيل الازرق. طبعا حيكنكشوا في الشرق السودان للاسف، كويس، عشان البحر وعشان التفاصيل دي كلها، وهي القصه دي كلها حول البحر. السوداني ما في شيء. شكرا جزيلا، كتر خيركم، بارك الله فيكم، ونسال الله التوفيق لنا وليكم.